السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ ايه رأيكم في الصينية الخطيرة دي؟ صينية سمك بالخضار، حاجة كده زي العسل. بصراحة في منتهى الروعة. ولا هنقلي وهنوفر في الزيت. يعني هنوفر، انتوا عارفين ان الزيت غالي، هنوفر في الزيت، مش هنقلي ولا هنشوي ولا هنعمل اي حاجة خالص. صينية زي العسل، وهنلم كمان كل الخضار اللي في التلاجة. شايفين الجمال؟ عايزة اوريكم حتة كده. بسم الله. شايفين السمك قد ايه مستوي وجميل؟ بسم الله ما شاء الله عليه. شايفين الحلاوة؟ الله اكبر. شايفين السمكة عاملة ازاي؟ الله اكبر عليها. بصوا كده مع بعض. انا عملت جنبها كمان حبة رز ابيض، اللهم صل على النبي عليها. شايفين شكل السمك يا جماعة؟ الله اكبر الله اكبر عليه. شايفين اهو بيتكلم عن نفسه. يلا بينا كده نخش الفيديو ونشوف الجمال ده عملناه ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صينية سمك خطيرة هتعجبكم جدا جدا. هنسمي الاول ونقول بسم الله. طبعا السمك عندي يا جماعة زي الفل، هو حجمه كبير اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. طبعا مغسول زي الفل بدقيق وملح زي ما انتم عارفين انا بغسل ازاي، وليمون. تمام. بصوا كده من جوه عامل ازاي، ابيض وزي الفل اهو. طبعا مغسول ومتنضف وزي الفل ومنقوع زي ما قلنا بدقيق وملح وليمون. اهم حاجه في السمك هو غسيله يا جماعه. لازم نغسله كويس جدا جدا وننضفه حلو قوي قوي عشان تاخدي منه طعم لذيذ وشهي. تمام كده؟ تمام. انا معايا اول حاجه السمك اهو. تمام. بسم الله. عندي هنا ايه؟ عندي هنا راس توم كبيره. تمام. دقها مع قرن حامي وقرن بارد فلفل. تمام. وحاطه بقى توابل سمك، حاطه ملح، حاطه معلقه صغيره كده من الحبهان يا جماعه. حبهان مطحون بيدي طعم حلو قوي قوي للسمك. تمام. وحبه وطبعا سمك يعني كمون، معلقه كمون حلوه كده. تمام. ادي كل التوابل بتاعتنا. يبقى ايه الطبق ده فيه عبارة عن ايه؟ انا مكترة في التتبيلة شوية عشان ايه؟ هنعمل بيها حاجات تانية كمان. تمام. راس توم حلوة كبيرة مفرومة مع قرنين من الفلفل حامي وبارد، والتوابل بتاعت السمك توابل سمك، وحاطه كمان الملح كمان في قلبها، معلقة كمون كبيرة. وهحط كمان دلوقتي هريسة شطة. حطيت هنا كمان هرسة الشطة معلقة كبيرة كده. عليهم بقى ايه؟ عصير ليمونة كبيرة حلوة كبيرة كده. بسم الله. وهنقلب بقى كل مكوناتنا دي مع بعضها بالشكل ده. تمام. شايفين الخلطة؟ بسم الله ما شاء الله جميلة قد ايه. وهرسة الشطة كمان بتدي طعم رهيب في السمك صراحة يعني. تمام كده؟ تمام. همسك بقى السمك بتاعنا دوت سمكية سمكية كده ونبتدي ايه؟ نتبل. بسم الله. همسك بقى سمكية سمكية نسمي الله كده يا جماعة. بسم الله. بالشكل ده. تمام. بصوا انا نقلت السمك في حاجة تانية، حسيت ان انا مش هعرف اتبل كويس. حجم السمك بسم الله ما شاء الله كبير شوية. تمام. انا همسك السمكية اهي زي ما انتم شايفين معايا. تمام اهو بالشكل ده. هحشيها بقى من جوه ومن بره. عايزة اقول لكم كمان ان انا عاملة لها ان انا عامله للسمكه فتحات كده من ناحيه واحده. تمام اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله. فتحات كده من ناحيه واحده. وهبتدي برضو ادخل التتبيله بتاعتنا في الفتحات اللي احنا عاملينها دي اهي بالشكل ده، عشان ايه؟ السمكه كلها تشرب من التتبيله الخطيره اللي احنا عاملينها دي اهو بالشكل ده. ندخل كده من قلب السمكه من جوه. تمام اهو. وادي قلب السمكه من جوه. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وهتبل بقيه السمك بالطريقه دي اهو زي ما احنا قلنا اهو. الفتحات كده نملاها بالخلطه اللي احنا عاملينها سوا، ومن جوه كمان اهو
اهو بالشكل ده من جوه ومن بره. تمام اهو. ونخلص كل الكميه بالطريقه دي. كده انا تبلت السمك زي ما انتم شايفينه كده بالشكل الجميل ده. هسيبه بقى مش اقل من نص ساعه او ساعه بالكتير، عشان ايه؟ التتبيله او السمك يشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها سوا. شايفين الجمال اهو. نسيبه بقى مش اقل من نص ساعه، ساعه بالكتير. تمام. هنا بقى دي اللي باقي اهوت معايا من الخلطه، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. تمام. هنا بقى عندي بصلايه كبيره تمام مخرطاها بالشكل ده. هنزل عليها طبعا بالملح، حبه رشه ملح صغيره كده، حبه كمون، وحبه ومعلقه كزبره ناشفه. تمام. وبهارات سمك بيديها طعم حلو قوي، وحبه شطه ايه حلوين كده. وهمسك البصله دي بقى بالتوابل دي وهدعكها كويس جدا عشان تنزل الميه اللي فيها. تمام اهو بالشكل ده كده. تمام. دعكنا البصله ونزلت الميه اللي فيها زي الفل. هجيب الصينيه بتاعتي بقى بسم الله، وهبتدي انزل بنص كميه البصل ديت. تمام. هقول لكم النص التاني هنعمل بيه ايه. ادي كده نص الكميه. وعندي بطاطس كمان، حبيتين كبار من البطاطس. نزلت بحبيتين كمان من البطاطس مقطعاهم مكعبات بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. تمام. ومعايا جزر كمان، كميه بصل جزر حلوه. الجزر ده بيسكر لي الصينيه صراحه، بيخليها زي السكر. تمام كده زي الفل. هقلبها بقى كويس بالبصله اللي فيها الملح وفيها التوابل ديت كده زي الفل معايا اهو بالشكل ده اهو. وهغطيها يا جماعه وهديها كده على النار 10 دقايق. تمام. انتوا عارفين ان البطاطس هتغيب شويه عن السمك، فانا هديها على العين من فوق كده شويه كده 10 دقايق. هحط عليها دلوقتي ايه، هحط عليها ايه كوبايه ميه صغيره خالص كده اهو، مع معلقه صغيره من الزيت بس كده خلاص. تمام زي الفل اهو. هغطيها بقى وايه واديها 10 دقايق كده على عين البوتاجاز. انتوا عارفين السمك مش هيغيب، السمك من الاكلات اللي ما بتغيبش يا جماعه، مفيش ثواني وتلاقيه استوى. تمام. هغطي دي احطها على النار 10 دقايق. هنا بقى الصينيه بتاعتي خلاص اديتها كده تسويه كده نص سوا. تمام معايا كده زي الفل. هركنها على جنب. هجيب بقى ايه طبق كده حلو بسم الله، هحط فيه باقي البصل. تمام كده زي الفل. وعندي كمان كان في التلاجة عندي بصلة خضرة حلوة كده، جبتها قطعتها. تمام. السمك يا جماعة بيليق معاه الشبت قوي قوي، وبيدي تست عالي قوي وطعم رهيب قوي في السمك. معايا كده عودين من الشبت برضو خرطتهم. ومعايا كمان فلفل. تمام زي الفل. وكمان معايا طماطم، حبيتين كده 3 من الطماطم مقطعاهم. جميل. ومعايا كمان باقي بقى ايه الخلطة بتاعتنا اللي باقية بالثوم اهي حلوة قوي كده زي الفل. ومعايا كمان معلقة كبيرة كده من الليمون اهو زي الفل. نشيل بس ايه البذر ده. جميل كده اهو. ونقلب بقى ايه المكونات دي يا جماعه كلها ببعضها. هتقولوا لي الملح في قلب الثوم اللي احنا حطيناه ده، وكل التوابل الحلوه قوي في قلبه. هنقلب كويس كده كده. تمام. قلبت كويس جدا زي الفل. هجيب بقى الصينيه بتاعتي بسم الله. هنزل بقى على البطاطس بالجزر دي بنص الكميه بس. تمام اهو نص الكميه بس كده. ده الباقي اهوت. تمام. هبتدي ايه اقلبهم بقى كويس كده بسم الله اهو بالشكل ده. ناخد معلقه كمان كده زي الفل. شايفين بقى الصينيه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله شكلها جميل قد ايه. هبتدي بقى ارص السمك بتاعنا بسم الله اهو بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله عليه. نظبط بقى السمك بتاعنا كده اهو.
خلاص كده تمام. بعد ما حطيت بقى ال4 سمكات بتوعي هبتدي انزل بقى بباقي الخلطة او باقي الخضار بتاعنا ده. بسم الله. هبتدي اوزعه بالشكل ده اهو على السمك كله. تمام اهو. نظبط الدنيا بس كده اهو. شايفين يا جماعة الصينية بتاعتنا تتاكل نية والله زي الفل. شايفين بقى شكل الصينية بسم الله ما شاء الله عليها. هنجيب بقى ايه، معلقة صغيرة كده من الزيت. تمام، على كل سمكة كده حاجة بسيطة خالص من الزيت اهو. شايفين بس كده خلاص تمام زي الفل كده زي الفل. شايفين بقى الصينيه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها. هندخلها الفرن بقى. طبعا البطاطس عندنا يا جماعه مستويه نص سوا، يا دوب السمك ان هو ايه يستوي وياخد لون حلو. فهندخلها على درجه حراره عاليه على النار مباشر على طول يا جماعه. هتاخد تقريبا تلت ساعه في الفرن. تمام، ونشوف الجمال والحلاوه دي بعد ما يطلع من الفرن عامل ايه. ودي كده شكل صينية السمك بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين الجمال بيتكلم عن نفسه صراحة. اللهم صل على النبي عليها. حابة تعملي بقى حبة رز أبيض جنبها مفيش مشكلة، حابة تاكليها بعيش جنب طبق طحينة كده أو سلطة بابا غنوج مفيش مشكلة برضو، وبألف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.